ابطال ثانويه عامه، ركزوا معايا. انا عارف ان انت سمعت 7000 فيديو نصايح و5000 فيديو توجيهات، وغير الجروبات، غير اللي كان دكتور السنه اللي فاتت وجاب 99 و3000%. من الاخر كده بالراحه وهدي نفسك. الفتره دي فتره ايه؟ عقلك يهدى تماما 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 من التفكير. حضرتك ما تفكرش كتير، حضرتك نفذ كل خطوه انت مخطط لها. مالكش دعوه الامتحان هيبقى شكله ايه، مالكش دعوه النتيجه هتبقى عامله ازاي. ابويا وامي حاطين عليا امل جامد. خالتي اللي ماتت من 7000 سنه صحيت السنه دي مخصوص عشان تركز معايا. ده بيحصل فعلا. عمتي مستنيه نتيجتي عشان خاطر مش عارف هي هتقدم بيها هي في الجامعه ولا ايه، معرفش. انت شاغل دماغك ليه؟ انت تعبت، بذلت مجهود. استنى يا مستر، انا ما تعبتش، انا طول السنه بضيع وقت، انا مش. بالراحه كده. عشان 90% منكم بيبقى تعب وبيقول لنفسه الكلمتين دول. طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ حضرتك ما تحطش لنفسك الصوره المثاليه للشغل. بمعنى مش لازم تكون الطالب ثانويه عامه اللي بيجيب مجموع ده كان بياكل وبيشرب وبينام وبيعمل كل حاجه. كان بني ادم طبيعي، يعني ما كانش راهب، ما كانتش راهبه. يعني المفروض انا راجل بذلت مجهود. انا الفتره دي بعمل ايه؟ بعادل المجهود ده بان انا كل ما الاقي عيب في اي ماده ابذل اقصى مجهود ان انا اعدل العيب ده من غير ما افكر وانا بحل السؤال. ياه، السؤال ده لو جه في الامتحان انا مش هعرف احله. ما انا ما عرفتش احله دلوقتي يا حبيبي، انت بتتمرن عشان تعرف تحله. بمعنى ايه؟ يعني من الاخر، اسوأ سؤال ممكن يقابلك في الامتحان السؤال اللي انت لسه مراجعه قبل اللجنه، لان حضرتك بتعتمد على الذاكره مش على التفكير. يبقى من الاخر حضرتك بتاخد حصيله اسئله كتير مش عشان لما يجي شبهها تبقى انت حافظ الاجابه، عشان لما يجي شبهها فيك عقل، فيك ايه؟ عقل. نيجي بقى لحته العقل دي. هو انا ممكن اسال سؤال بس بسيط لحضراتكم يا اساتذه اخواتي الحلوين الجمال اللطاف؟ هو انت ليه فاقد الثقه في عقلك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يا مستر ما انا هنسى في الكلام ده كله في الامتحان. لا لا لا، وانا دماغي هتجيب كل ده؟ دماغك اللي جايبه ذكريات طفولتك من اول ما اتولدت لغايه دلوقتي، واللي بتخليك تحكي الحوار 5000 مره، واللي بتخليك تفضل تشغل دماغك علينا في الحصص وازاي هتعرف تخلع مننا، واللي بتخليك تفضل لو انت مش حل الواجب تفكر لك في قصه طويله عريضه عشان تشتغلنا. ما ده عقلك اللي انت لازم تثق فيه. ايه ده؟ يعني انا عقلي هيبقى فاكر كل الكلام ده؟ اه. بس عشان يفتكر كل الكلام ده لازم حضرتك تكون اول حاجه مريحه. يعني ايه الكلام ده؟ ما ينفعش في الفتره دي انت داخل على الامتحانات، ما ينفعش في الفتره دي يبقى بنام النهارده الساعه 2، بكره نمت 3، بعده قمت الساعه 8، بعده قمت الساعه 10. طب ما انت كده انت بتنفخ عقلك حرفيا، هيجيب تركيز منين؟ يبقى لازم حضرتك تثبت له ميعاد نوم وميعاد صحيان. انا الساعه 12 بالليل هنام، الساعه 6 7 8 ماكسيمم قمت عشان اللجنه 9. تمام؟ دي نقطه تتعود عليها على طول. عقلك تاني لازم تديله ثقه اكتر من كده. لازم تبقى واثق ان 80% من شغلك دلوقتي هيبان جوه اللجنه لما تكون سيادتك هادي. ايوه، يعني انا هدوس على زرار مش هتوتر؟ هو انت لما توترت دوست على انهي زرار؟ هتلاقي زرار على فكره، بس مش انت اللي دوست عليه. حد في البيت جه قال لك اوف الاثنين اللي جاي بدايه امتحاناتك بشد حيلك. اسمع من هنا، طلع من هنا. يعني اي كلام بتسمعه الفتره دي زي ما انت سامع زي ما انت مش سامع تماما. ازاي يعني؟ ما انا لازم هتشد حيلك اللي هو تعمل ايه؟ اشتغل. انت مش مستني حد يقول لك اشتغل، انت قوم اشتغل من غير ما حد يقول لك. قال لك تحس انت على طول اوتوماتيك اول ما حد يقول لك حاجه زي كده، يا ده انا شغلي اقل كتير جدا من اللي هم مستنيين. ليه يا حبيبي؟ ده هو كل اللي قاله لك قال لك شد حيلك، ربنا يوفقك. ايه اللي قال لك شغلك قليل وبتاع؟ انت الكلمتين دول ضميرك نقح عليك يعني؟ لا، ما هو انت برضه لازم تبقى فاهم ان انت بني ادم. طبيعي ان انت جات عليك فترات في السنه ريحت، طبيعي ان انت جات عليك فترات في السنه اتوترت، طبيعي ان انت جات عليك فترات في السنه كنت زهقان مننا ومن اللي جابوا المدرسين ده طبيعي. دي حاجه طبيعيه، انت بشر. كل الناس عملت كده وكل الناس جابت مجموع. في ناس بتشد في اخر كام شهر وربنا بيوفقها وبتجيب مجموع، حاجه عاديه. انت ابذل اقصى مجهود عندك. خليك كده بسياسه الاجانب مره، بيلعب الماتش بتاعه لاخر دقيقه. انت كمل لاخر دقيقه قبل اي حاجه في الدنيا عشان تكون انت راضي عن نفسك. وبختم الفيديو، خليك واثق في عقلك ان هو هيفتكر كل حاجه اتشرحت لك وكل حاجه اتقالت لك، بس حضرتك خليك هادي. خليك هادي، وودانك دي لو تعرف تحط لها سدادات طول الفتره اللي جايه يكون احسن. ابعد عن السوشيال ميديا على قد ما تقدر، ابعد عن الناس اللي بتقول كومنتات ملهاش لازمه. حاول على قد ما تقدر ان انت الفتره دي يبقى عقلك بيشتغل تنفيذ بس مش تفكير. ما تفكرش في يوم النتيجه انا هعمل ايه، ولو النتيجه طلعت وحشه ايه اللي هيتم. بلاش تحط لنفسك كوابيس مسبقه. الحاجه زي ما بتصدقها بيحصل. صدق ان انت تقدر، هتلاقي نفسك عندك النشاط بتشتغل لاخر نفس، وده اهم حاجه. وان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقكم. تنويه بسيط بس في اخر ثواني، اللي عنده اي مشكله في الفيزيكس القناه عندكم فيها المنهج كله مشروح من الاول للاخر.
تقدر ان انت ترجع لاي حاجه انت عايزها، وان شاء الله في ليله الامتحان هتلاقوا فيديوهات جديده. اشوفكم على خير وشدوا حيلكم، مع السلامه.